شغل الفيديو. استعجلنا وقطعنا منها وكلنا ونسينا نصورها وهي صحيحه. اتمنى تقولوا لنا الحلو ده ايه وهيعجبكم جدا، وان شاء الله بالف هنا وشفا. جربوا البتاع، هي صحيه جدا وحلوه جدا للاطفال وللكبار، وبالهنا والشفا لله يعملها. رحيم. هنا ده برد شويه وهي بردت شويه في التلاجة. هنعمل ايه؟ هنبدأ نسقي الجيلي اللي احنا حطيناه. على فكرة هو ما بيتحلاش تاني، لا هو فيه سكر. دي حاجة انا اسفة جدا. الوصفة شفتها مش على قناة اجنبية، شفتها على قناة مصرية بتاعت زميلة عاملاها وعجبتني جدا. يعني هي بقى جايباها منين الله اعلم، ربنا يوفقها ويوفقنا. هو احنا ممكن نكب بالكوباية كده مسكرة، لو وقعت هتلم نمل. تحط في التلاجة لمدة ساعتين وهي تبرد، ولما تطلع ان شاء الله نشغل الفيديو. استعجلنا وقطعنا منها وكلنا ونسينا نصورها وهي صحيحه. اتمنى تقولوا لنا الحلو ده ايه وهيعجبكم جدا، وان شاء الله بالف هنا وشفا. جربوا البتاع، هي صحيه جدا وحلوه جدا للاطفال وللكبار، وبالهنا والشفا لله يعملها. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير لو بتشوفوا الفيديو الصبح، ومساء الخير لو بتشوفوه بالليل. النهارده هنعمل وصفه حاجه حلوه مش مسكره قوي، وما تضرش بتوع السكر، وما تضرش صحيا ومعنويا ولا ماديا. كيلو البطاطا الكبيره ب10 جنيه، جبت كيلو ونص. هنعمل النهارده وصفه حلوه. هنبدا غسلت البطاطا وهبدا اقشرها بالموار اللي عندي. هنقل بقى هنا. هتقشريها لو عندك المقوار ده هتقشري بيه، اللي احنا بنقشر بيه حاجات كتيره بعمل بيه المحشي. هقشر كله وبعدين نكمل الوصفه. غسلتها وقشرتها، هبدأ اقطعها. هقطعها ازاي؟ هقطعها دواير كبيره، يعني السمك كده او اقل شويه. طبعا ما بتاخدش وقت في السليق لان هنسلقها. هنقطعها ونكمل مع بعض. دي اتقطعت، التقطيع بتاعها هي دي كبيره شويه. طلعت 2. غسلناها وقطعناها. وعندنا مفاجاه تانية للبطاطا دي. الحقيقه انا شفتها في وصفه على قناه، بس هي مش مصريه، مش قناه مصريه، يعني حد من الاجانب اللي بينزل حاجات. عجبتني الطريقه جدا وحبيت اعملها لكم وادوقها ونقول راينا لبعض في الاخر. بسم الله الرحمن الرحيم. غسلتها، شطفتها تاني، وجبت كوبايه ميه من بتاعه الشاي، المج العادي بتاع الشاي، وهحطها تتسلق على النار. بعد ما تتسلق هنكمل مع بعض الوصفه. اتسلقت البطاطا وفضيتها في طبق واسع شويه، بق واسع شويه. كوبايه الميه يا دوبك على قدها. هنسيبها كده شويه تتهوى بس شويه عشان هيضيف لها حاجه ما تكلكعش. ما شاء الله مستويه زي الزبده، يعني حتى مش محتاجه الهراسه. يعني ممكن الواحد يعملها بدي يهرسها كويس جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيبنا البطاطا هديت شويه، وعندي كوبايه ميه فيها معلقه نشا كبيره. هي البطاطا يعني تعتبر دافيه عشان نمسكها. بسم الله الرحمن الرحيم. هنلف فيها. هنقلبها كويس قوي ونكمل معاها. بنقلب كويس قوي، وبهرس برضو بظهر المعلقه على اساس انها تشرب النشا. هنلم اللي على الحروف ونقلب. عايزينها تبقى زي الكريمه.
هضيف الفانيليا. فانيليا لو عندك سايله حطي، لو عندك اللي هي البودر حطي، وهتقلبي كتير على قد ما تقدري، يعني كل ما بتقلبي هي بتتهرس زياده، يعني ممكن تقلبي فيها لحد ما تبقى زي الكريمه. فضيتها في طبق اغوط شويه وبدات اضرب فيها بالمضرب شويه عشان اتاكد ان مفيش فيها اي حاجه. هو اللي عملتها بالهاند بلندر، فلو عندك هاند بلندر اعملي. هدوق طرفها على طرف لساني. ليه؟ عشان احليها، عشان انا مش عايزاها مسكره قوي. هحليها بالعسل، ده يعتبر معلقتين عشان مليانه قوي. بس كده خلاص، وهنبدا نقلب فيها تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. ضربنا على قد ما قدرنا فيها، وبعدين هفضيها في الصينيه كده بنفنش. عايزه اقول لك ايه، لو دايما لما تشوفي اي وصفه او بتعمليها اكتبي كل الخطوات في ورقه، لان فعلا الواحد بينسى وبينسى غصب عنه، فممكن اي حاجه تنسيها تبوظ لك الدنيا. تمام. هنفرد فيها. جهزت انا ميه دافيه اهي، بس هسيبها تهدى شويه لانها سخنه، لو سخنه اتحطت هنا هتخليها شوربه، فسايباها تهدى شويه. وانا ممكن افرد دي واسيبها في التلاجة شويه. احط عليها المانجا. هو كيلو ونص معقولين قوي، ولو عايزه تعملي كيلو بس هتطلع ارق من دي شويه زي ما انت عايزه. تمام. انا ما بحبش اهدر حاجه على فكره، لا في اكل ولا في حاجه، لا برمي ولا بهدر. هجيب الاسباتولا التانيه اروق. لما فردناها كده في الصينيه اتهوت كمان، فمش هتبقى سخنه، فنقدر نعمل ايه، نوزع المانجا. مش عايزين بقى القطع الكبيره الغبيه دي، عشان ايه، انا مقطعاها قطع صغيره، بس هي لسه عشان المفروض كانت تتحط في التلاجة شويه وانا ما حطيتش. قربنا نخلص الوصفه، هنفرش كله ونرجع لك تاني. البطاطا على النار بتتسلق، فهبدا اجهز الحاجات اللي انا هضيفها للوصفه. الحاجات دي هي عباره عن دريم بالمانجا جيلي ومانجايه. انا رحت عند الفكهاني واشتريت دي بس، لان انا ما باكلش المانجا كتير عشان النقرس، وهو ما بياكلهاش عشان النقرس برضه. فهنجيبها ليه دلوقتي؟ احنا في السنه كلها ممكن كل واحد ياكل مانجايه واحده، وبنعمل كنترول على كده عشان املاح الكلى وعشان النقرس وعشان حاجات كتير، لان اكلها كتير مضر. فخلاص، هو البني ادم عايز ايه غير انه يدوق؟ فدقنا. المهم سيبنا من كل اللي فات وخلينا في اللي جاي. دي وقفت عليا ب 15 جنيه، ودي ب 12 جنيه، يبقوا كام؟ 15 و12 و17، لا 25، 27 جنيه. 27 جنيه بتعملي بيهم وصفه. تقدري تقولي 27 و15 البطاطا، 27 نقول 20 نقول 25، يعني 40 جنيه، 42 جنيه وصفه كامله. وصفه كامله بتعملي صينيه حاجه حلوه لولادك ولجوزك، ولو جالك ضيف هياكل منها يبقى وفر عليكي ايه، يبقى انت ما اذيتوهوش ولا في حاجه ساقعه ولا في حاجات تانية ولا حاجه. كل الحكايه ان انا كمان هقدر اقطع دي اطلعها كلها، ما هقدرش منها حاجه، لاني هحطها في الوصفه. هنحطها ازاي لما نيجي نكمل ان شاء الله مع بعض، هقول لكم وهقول لكم هنعمل دي ازاي. دي المانجايه قشرتها وبقطعها لسه، على فكره حلوه تكفي الصينيه. قطعتها ازاي؟ قطعتها كده شرايح، وهبدا اشيلها في الثلاجه اهي. كفت الواحده ولا ما كفتش؟ تكفي، يعني انت لما تفرشيها عليها هتيجي مظبوطه اهي.
هحطها في التلاجة واركنها لما نخلص البطاطا